الشهيد نزار علي محمد رحيم. ولد الشهيد نزار علي محمد رحيم في عام 1961 ببغداد. أكمل دراسته الابتدائية والمتوسطة، وفي عام 1981 كان طالبا في المرحلة الإعدادية عندما ألقت المنظمات البعثية القبض عليه بعد أن هجرت عائلته وصودرت جميع أموالهم المنقولة وغير المنقولة. تعرض الشهيد نزار لأقسى أنواع التعذيب الكيميائي والجرثومي دون أن يعرف التهمة الموجهة إليه أو الذنب الذي ارتكبه. ذوو الشهيد نزار في الأعوام الأولى من اعتقاله في معتقل أبو غريب ونقرة السلمان كانوا يزوروه، ولكن بعد ذلك لم يعرفوا أي شيء عنه إلى ما بعد سقوط نظام البعث في عام 2003، حيث ظهر اسمه ضمن قائمة الشهداء المعدومين في المقابر الجماعية.